الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسعد كثيرا أن ألتقيكم اليوم في هذه القصاصة، ونحن نتحدث اليوم عن الوطن، ولعل تجسيد الوطن هذا هو مفهوم نستمده من هويتنا، وهو اسم المشروع الذي نحن الآن في بداياته وفي بواكره عبر قصاصات نقدمها هذه الأيام. هذه الهوية ما هي إلا إحساس داخلي لدينا جميعا، وصف على أنه مفهوم الشخص وتعبيره عن فرديته وعلاقته مع المجتمع، علاقته مع مجتمعه. وهذه الهوية تصنف من خلال هذا التعريف المختصر على أنها يمكن أن تكون هي هوية اجتماعية، هوية دينية، هوية عرقية، وغيرها من الهويات. ولعلنا نبتدر تعريفنا عن الهوية بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال فيها في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قوله هذا يؤكد لنا أن التنوع الذي نشهده والذي أصبح على مستوى السودان واحدة من أس المشكلات والبلايا، أننا نميز أنفسنا اعتمادا على هذا التصنيف الرباني، والذي جعلنا على مستوى هذه البسيطة مختلفين في بعض التفاصيل. وهذا الاختلاف في الألوان وفي الألسن ما هو إلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. استصحب كثير من العلماء التحدث عن الهوية على تعاريف مختصرة وموجزة، أخذ منها على سبيل المثال لا الحصر أن الهوية هي عبارة عن نظام من القيم الاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بأسلوب حياة الناس. عبارة عن شنو؟ عبارة عن نظام من القيم، مجموعة من القيم نتوافق عليها سويا، نقر على أنها هي من تشبهنا، هي من تمثلنا. لذلك عندما نتحدث عن هويتنا السودانية نتحدث عن قيمنا السودانية التي نستمدها من هذا المجتمع، قيم أخلاقية، قيم اجتماعية، قيم دينية، وغيرها من القيم التي أصبحت هي بالنسبة لنا مجسدة لهذا المعنى الكبير وهو معنى الهوية. هذا التجسيد لهذا النظام القيمي الذي هو مستمد من القيم الاجتماعية والأخلاقية وغيرها يرتبط دائما بحياة الناس وبقائهم في مواجهة التحديات، منها تحدي التشتت، تحدي التفكك، تحدي الانقراض، وتحدي الزوال. هذه التحديات إخوتي هي التي تعمل على أن توحدنا مستمدين لهذه القيم من خلال هويتنا. تحدث كثير من المختصين في هذا الشأن على أن الشعب السوداني يا إخوتي ويا أخواتي هو عبارة عن خليط، مزيج جعله الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الدائرة الجغرافية. وأنا أستصحب معي كثيرا بعض الخلفيات البيولوجية الخاصة به هذا التوزيع وهذا التكوين، والذي تحدث بعضهم في كتب متخصصة عن ذلك الأمر، في أن المجتمعات تبنى وتتكون اعتمادا على معايير محددة، جزء منها معايير وراثية وجزء آخر عبارة عن معايير بيئية. هذه المعايير تتداخل فيما بينها لتخرج هذا المزيج المكون لهوية كل مجتمع دون الآخر. مجتمعنا السوداني يقع في دائرة جغرافية جعلت منه أن يكون محل انصهار ما بين مجتمع عربي ومجتمع أفريقي زوجي. هذا الانصهار نتج عنه هذا الإنسان المسمى بالسوداني، وهو ما جعلنا نعتز بهذه الهوية ونعتز بهذا الانتماء لهذا القطر الهامة الذي أصبح محط أنظار كل البشر. حينما تجد نفسك أنت في بيئة أخرى تشعر بهذا التميز الذي انصهر في كينونتك كسوداني. وأجمل ما قرأته عن الهوية هو ذلك الذي تحدث على أن الهوية هي عبارة على أن الوطن هو البيت، والهوية والانتماء هو الشعب أو الشعور بما ننتمي إليه وينتمي إلينا، شعور بما ننتمي إليه وينتمي إلينا، وهو الفخر والعز. لذلك يبقى أن الوطن هو الكل، أن الوطن هو الكل، وكل الذين هم ضمن هذا الوطن من أفراد هم الجزء، وتكون الهوية هي الأصل والانتماء. لذلك إخوتي وأخواتي الذين يتابعون هذا البث، نحن الآن بسبب عدم رضاءنا على بعضنا انتسابا وفخرا للون أو عرض أو لسان أو غيره، نؤكد أن ليس
بين الإنسان في بيولوجيته كأحمر أو أبيض أو غيره من الألوان شيء يميزه من الداخل تميزا على الآخر في شيء. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف في الألوان والألسنة لآيات يعلمها وليست محل فخر ولا اعتزاز. وأنا تحضرني في هذه القصاصة ما أسمعه كثيرا عندما نتحدث عن الهوية، على أننا لا نرضى بأن نكون أفضل الأفارقة ونبحث على أن نكون آخر العرب. ما الذي جعلنا نكون أفضل الأفارقة؟ وما هي السمة؟ وما الذي وصفنا بأننا أقل العرب مكانة؟ ما هي السمة التي جعلت هذا التصنيف يكون واقعا؟ من الذي قال ذلك؟ أنا أثق بأنها أكذوبة، لأن لكل مجتمع سماته ومميزاته. أنت لن تتقدم أمام مجتمع آخر بلونك ولا بلسانك ولا بغيره من الأشياء، إنما بقدراتك، بقيمك، بما تقدمه لهذا المجتمع. لذلك يجب أن ننسى هذه الفنطزة الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. إن لم نؤهل أنفسنا، إن لم نقدم للعالم ما يفيد، لن يفيدنا ذلك من شيء. وأنا دوما أضع بعض المقارنات في هذا التمايز. وقد ذكرت لأحد الأصدقاء: إذا كنت في مجتمع ولد فيه الأب من أقصى الشمال والابن من أقصى الجنوب، وهذا الزواج نتج عنه ابن، هذا الابن ربي من أول أسبوع له في الصين، ما هي اللغة التي يتحدثها؟ هل هي لغة الشمال أم لغة الجنوب أم لغة الغرب؟ إذن هي عبارة عن قيمة مكتسبة جعلت لكي تكون هي قناة التعارف بيننا وقناة التفاهم لا أكثر. إذا وضع أطفال في بيئة لاهية بالعربية ولا بالعجمية، ما المتوقع في أن يتحدث هؤلاء؟ وبأي اللغات سيتحدثون بلغة لا هي بالعربية ولا هي بالأفريقية، سيبتكرون اللغة، لأن الأصل في هذه اللغة التواصل. هذه نقطة يجب أن نثبتها. أتحدث كثيرا عن توزيع جغرافي للنباتات، إنما نتحدث عن نباتات جغرافية ونباتات صحراوية وشبه صحراوية وتقع في شبه الاستواء والسافانا الفقيرة والغنية. نجد أن نباتا واحدا يمكنه أن يكون في بيئات مختلفة بتحورات مختلفة فقط لكي يعمل على أن يواكب طبيعة التغير بين بيئات وأخرى. إذا يجب أن نثبت في هذه القصاصة المختصرة التي هي عبارة عن خطوط عريضة أننا يا إخوتي في السودان إذا ظللنا ننظر إلى الآخر بأنه أكثر سودانية منك، تأكد أنك في المسار الخطأ. إذا ظننت أنك أكثر أصالة من الآخر، تأكد أنك ستقع في فك التفك، ستقع في فك التشكك، ستقع في فك الزوال، لأن ما يجمعنا من قيم وموروثات وتاريخ مشترك هو أقرب إلينا، هو قاسم يجمعنا، يجب أن نطرق عليه خلال هذه الفترات. أنا سعيد بهذه الإطلالة وهذه المبادرة، ونسأل الله أن نتفق دون ما شتات، نفكر بأن السودان يحتاجنا جميعا، ولا فضل لأحد على أحد في أن يمنح فئة دون الأخرى صك غفران بالوطنية أو بالأصالة أو بغيره. يجب أن نفكر أن هذه الدولة ستسعنا، ولكن يجب أن لا ننسى، وهي الرسالة للذين يعملون الآن في دق أسافير الانفصال بين مكونات المجتمع السوداني. إذا التفتنا إلى ما ينادي به البعض من أن أفصلوا دارفور، أن ضموا الشمال إلى مصر، أن اذهبوا إلى، لن نجني من ذلك خيرا وإنما هو شرا ووبال. ثقوا إخوتي وأخواتي أن ما ينادي به البعض ما هم إلا أبواق لآخرين يسعون دوما في أن نكون مفققين ومشتتين. هذه الأرض التي نعيشها هي، لا أريد أن أقول ولكنها خير أراضي الله في هذه الدنيا، خيرات وأنهار تسع العالم كله، هي الآن محط أنظار الجميع. انتبهوا إخوتي وأخواتي على أن نعمل على ما يجمعنا لا ما يفرقنا. كونوا بخير واتقوا بعافية.
في أمان الله.